لما انا واجهت جوزي بقى وقلت له انت سرقت الذهب اللي كان في الدولاب، وشه جاب الوان وقال لي انا ما سرقتش حاجه، انا اخدتهم بس هبيعهم وهرجعهم لك تاني. انا بعتهم علشان اسد الديون اللي عليا واسد الايجار واجيب كشك نقف فيه علشان اعرف اعيشك واكلك واكل ابني. قلت له طيب ماشي، انت كنت استأذني، كنت حسسني ان ليا قيمة، مش تفتح دولابي وتاخد حاجتي غصب عني. انت زيك زي الحرامي. الكلمة دي كسرته وقال لي انا حرامي؟ انا حرامي يا سلمى؟ انا اللي كنت بتمنى لك اشتري لك جبل ذهب. قام شايل هدومه في شنطة ومشى، وساب لي ورقة على الترابيزة فيها فاتورة البيع وإيصال الدفع الإيجار 6 شهور قدام، وعقد إيجار الكشك اللي هو جابه. قعدت أسبوع لوحدي أنا ويوسف، ابص للشقه ولا طايله جوزي ولا طايله الدهب بتاع امي. جت لي في الحلم وقالت لي يا بنتي، سترك في بيتك وفي ابنك وفي جوزك، مش في حته حديده صفرة، هي دي اللي هتسعدك. انا لو كنت عايشه كنت هقلعك الدهب وكنت هديه لجوزك. جوزك وقف معاكي، وجوزك لما كان معاه كان بيعطيكي وما كانش حرمك من حاجه. صحيت مفزوعة من النوم، جريت على الكشك بتاع جوزي، لقيته واقف بيبيع مناديل وبسكوت ودقنه طويلة وعينه مكسورة. مدت له ايدي ببقية الدهب وقلت له خدهم بيعهم واملي الكشك بضاعة، وانا مش زعلانة وكده. عيط، اول مرة شفت طارق بيعيط. قال لي والله ما هبيع حاجة، والله لا اشتغل ليل نهار لحد ما اجيب لك بدل اللي انا اخدته، بس سامحيني ان كسرت بخاطرك. رجعنا البيت ومن يومها طارق بيشتغل شغلانتين بس. خلال السنة جاب لي غويشة، والسنة اللي بعدها جاب لي غويشتين. ولما جه يلبسها لي قال لي دي مش من ريحة أمك، دي ريحة شقاية. شقاية علشانك. اتعلمت ان الذهب الحقيقي هو الراجل اللي يصونك، والسقف اللي سترك، واللقمة الحلال. الحديد الأصفر ده يتعوض، إنما كسرة النفس والبيت اللي بيتخرب ما بيرجعش. الذهب زينة الدنيا، بس البيت اللي مبني على التفاهم هو الذهب ال24 قيراط.